عمرك سألت نفسك وقلت ايه المشترك بين كوباية الشاي اللي في ايدك دلوقتي وبين الرمل اللي موجود في الصحراء؟ لو قلتلك ان الكوباية دي او الشاشة اللي بتشوفني منها دلوقتي كانوا في الاصل شوية رمل انت بتدوس عليهم بجزمتك، هتصدقني؟ انا عارف ان الموضوع يبان خيال علمي، بس تعالى اوريك العظمة دي بتحصل ازاي. في الحلقة دي هنعرف ازاي الازاز بيتصنع وازاي رمل الصحراء بيتحول الى ازاز نقي وشفاف. اول حاجة هتيجي في دماغك هتقولي طب يا عم انا ممكن انزل الم شوية رمل واعمل بيهم احلى كوباية. هقولك يا عم بس استنى، الصحراء بتاعتنا مليانة رمل، بس الرمل ده مش نقي بالقدر الكافي، مليان تراب وطين، والأسوأ كمان إنه مليان جزيئات من الحديد، وهو اللي بيدي الرمل اللون الأصفر أو المايل للأحمر اللي بتشوفه. ولو سيحنا الرمل ده زي ما هو كده هيطلع لك إزاز لونه أخضر غامق ومش نقي، زي إزاز الحاجة الساقعة بتاعت زمان. أكيد مش ده الإزاز الشفاف النقي اللي ينفع نعمل منه شباك أو شاشة موبايل. فعشان نعمل إزاز نقي وشفاف بجد محتاجين رمل نضيف جدا اسمه السيليكا، واللي موجود في شمال وجنوب سيناء، وده بيبقى رمل ابيض فاتح مفيهوش حديد يبوظ اللون. كده احنا جبنا الرمل النضيف. المطلوب دلوقتي اللي احنا ناخده المصنع ونسيحه، لكن هنا بتظهر لنا اكبر مشكلة وتعتبر كارثة للمصانع. بس رمل السيليكا النقي ده عنيد بشكل مش طبيعي، عشان تخليه يسيح انت محتاج توصله لدرجة حرارة الى 1700 درجة مئوية، وتكلفة الكهرباء والطاقة عشان تسيح كيلو واحد بس من السيليكا محتاج ميزانية عالية، ولو عملتها بالدرجة دي المصانع هتفلس. طب المصانع بتعمل ايه عشان ما تفلس؟ بيحطوا خلطة سحرية على السيليكا، بس ركز معايا في نقطة معينة في الطبخة دي، سر واحد لو المصنع عمله غلط كل الشغل بيتهد في ثانية والإزاز حرفيا بيفرقع في وشه. هقولك على السر ده بس خليك معايا الأول. الكيميائيين جابوا أول سلاح للطبخة، مادة اسمها رماد الصودا أو كربونات الصوديوم. دي عاملة زي الهاكر بالظبط، أول ما بتترش على الرمل بتكسر عناده وبتنزل حرارة ذوبانه إلى 1100 درجة، وبكده وفرنا طاقة وفلوس كتير. بس هنا بتظهر كارثة، الخلطة دي بتطلع إزاز بيعشق المية. بس الغريب بقى إننا لو حطينا المكون ده ونسينا المكون التاني، الإزاز اللي هنعمله ده هيدوب لو حطيت فيه شوية مية. عشان كده كان لازم نتدخل بسرعة ونجيب البوديجارد بتاع الإزاز، واللي هو الحجر الجيري. أول ما بيتحط على الخلطة بيمسكها في بعضها ويديها الصلابة، ويخلي الإزاز يعيش معاك سنين من غير ما يتأثر بأي حاجة. دلوقتي الطبخة بقت جاهزة، الخليط ده بيترمي جوه أفران حرارتها بتوصل ل 1100 درجة مئوية. جوه الفرن ده حبات الرمل اللي كانت ناشفة وصلبة بتنهار وتتفكك، البودرة دي بتفقد هويتها تماما وتتحول لسائل لزج منور بلون البرتقال عامل زي الحمم البركانية. وهنا الإزاز بيتكون ويدخل إلى القوالب والأجهزة باستخدام البرامج الهندسية لتشكيله. خلاص كده بقى عندنا إزاز. أقولك لأ، فاكر السر اللي قلتلك لو المصنع غلط في الإزاز هيفرقع؟ هو ده وقته. السائل ده دلوقتي حرارته معدية 1000 درجة مئوية، يعني لو سبته يبرد كده مع نفسه في الهوا جزيئاته هتتجنن حرفيا والإزاز هيفرقع مليون حتة، زي ما بالظبط ما بتحط كوباية سخنة تحت حنفية ساقعة، لأن الأطراف بتنكمش بسرعة والقلب لسه سخن، وده بيخلق إجهاض داخلي جبار يخلي الإزاز يفرقع. هتقولي خلاص يا عم سيبه يبرد براحته خالص. هقولك يا ريت بس يا عم ينفع، لأن لو سيبناه يبرد براحته الجزيئات دي هتاخد وقتها وهتبدأ ترتب نفسها في صفوف منتظمة تاني عشان ترجع لأصلها ألا وهو الرمل. ولو ده حصل الإزاز هيفقد شفافيته ويرجع لونه معتم ومش نقي وما يتشافش منه أي حاجة. وعشان كده الكيميائيين اخترعوا اللعبة النفسية اللي قلتلك عليها واسمها العلمي التلديد. احنا بنضحك على الجزيئات دي ونعمل لها تجميد للزمن، بناخد السائل المتوهج ده وندخله جوه نفق طويل جدا، وبنبدأ ننزل درجة الحرارة سنة سنة بشويش خالص وبطريقة محسوبة بالملي. لا احنا بنبردها بسرعة فتفرقع، ولا احنا بنسيب لها وقت ترتب نفسها فترجع رمل. احنا بنجمد الجزيئات دي في لحظة عشوائية جدا، والعشوائية دي بالذات هي السر اللي بيخلي الضوء يعدي ويدينا الشفافية المرعبة بتاعة الإزاز. يعني الشاشة اللي انت ماسكها دلوقتي دي مرت بجحيم عشان توصلك هادية وصافية كده. ولو عايز تفضل تشوف اللي حواليك بالعين دي وتفهم اللي انت متعرفوش، اللايك والاشتراك هما تذكرتك للفيديو الجاي. وبس كده، كان معاكم يحيى السيد، والسلام عليكم.